السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيناس حسنين. البيتي فور الجميل المظبوط النهاردة اللي هيطلع بالجمال والحلاوة دي بأقل التكاليف. قصدت أعمله من غير أي مكسرات، من غير زبدة، من غير مكنة. حاجة سهلة جدا للناس اللي مش بتشتري زبدة، واللي ما عندهاش مكنة بيتي فور. شايفين هيطلع جميل؟ شايفين رسمة بارزة وجميلة. البيتي فور الناجح هو اللي يبقى بارز كده الرسمة فيه. شايفين الكمية الكبيرة الجميلة دي من كوبايتين دقيق فقط، طبعا غير الولاد أكلوه في ساعتها. كانت الكمية أكبر من كده كمان. دول كوبايتين دقيق بس هيعمل لنا الجمال ده من غير مكنة، من غير زبدة. هندخل على المقادير على طول عشان تشوفوا البيتي فور الهش الروعة ده. معانا هنا كوباية واحدة من السمنة، استخدميها بلدي او نباتي زي ما انت عايزة. انا مستخدماها خليط. ده خليط عادية خالص، مش لازم تكون مجمدة او مبردة جامد يعني، بس ما تكونش سايحة. معايا كوبايتين من الدقيق عليهم ذرة ملح، ومعايا معلقتين كبار من النشا. معايا نص كوباية من السكر، وبيضة واحدة بس. نص كوباية من السكر البودرة، وبيضة واحدة مع عليها فانيليا، ونص كوباية سكر بودرة، ومعلقتين كبار من النشا، وكوبايتين من الدقيق عليهم ذرة ملح. هي دي المقادير بتاعتنا، مش اكتر من كده. ضربت السمنة الاول، السمنة باردة بس لا جامدة ولا سايحة، يعني تكون طالعة من التلاجة بقالها شوية، يعني بس ساعة كده او حاجة. حاولي تنخلي في البيتي فور السكر والدقيق عشان بيديكي نتيجة افضل في الاستخدام بعد كده. دي نص كوباية السكر ضربتها مع السمنة بتاعتي. السمنة اي نوع يا جماعة، نباتي او بلدي. انا بحب دايما استخدم خليط من الاتنين. هي كوباية واحدة مش اكتر. باقل التكاليف بقول لكم هنعمله النهارده. انا منزله كذا نوع من البيتي فور بالزبده وبالمكسرات وبالكريم، كله نازل على القناه، لكن انا قصدت النهارده اعمل مقادير قليله ومن غير زبده ومن غير مكنه، عشان يبقى في متناول الجميع. شوفوا ضربنا لحد ما ابيضت خالص خالص معانا اهي. ممكن تستخدمي المضرب العادي خالص. انا برضو قصدت اعمله من غير عجان عشان يبقى في متناول الجميع برضو. او فانيليا سايلة حطيتها على البيضة وضفتها. سريع سريع. البيتي فور مش كله على بعضه لحد ما بيتخبز، ما بياخدش ساعة. هي ساعة لانهم كوبايتين دقيق، حاجة بسيطة جدا بس بتدي كمية كبيرة. زي ما شفنا في اول الفيديو الكمية بتبقى كبيرة وحلوة جدا، مناسبة لو اتنين متجوزين، طفل واحد. كمية هنفرح ولادنا يوم العيد بكمية بسيطة وبتكاليف قليلة. كوبايتين هيفرحوا الولاد، وحاجة ما كلفتناش كتير. خلاص اهو بالسباتيولا بقى مش بالمضرب هبتدي اقلب الدقيق لحد بس ما يختفي، مفيش اكتر من كده. وبكيس حلواني بقى، اي كيس عندك، حتى لو كيس تلاجة واقطعيه وحطي فيه البلبلة. اي قمع عندك، اي قمع اي شكل تحبيه، مفيش اي مشكلة خالص. يعني ممكن تشتري واحد قمع بس، القمع ب5 جنيه، مش غالي. اهي شايفين العجينة طرية جدا جدا. اي قمع بقى، شوفوا اي شكل يعجبكم، مفيش اي تقيد بحاجة. هو ده قمع البيتي فور اللي على الشمال، ده هو قمع البيتي فور الطبيعي العادي. اهو الكيس الحلواني او الكيس العادي اللي هو استخدامه بترميه، مفيش مشكلة خالص. حاولت اعمل بس فراغ في النص عشان احط فيه شوية شوكولاتة لما اخبزه، عشان مش هلزقه. يعني دي حاجة سريعة وبسيطة ومش مكلفة، لان اللي بيتلزق بيتكلف اكتر طبعا، وبيبقى العدد اقل لانك بتلزقي اتنين في بعض. فده انا حبيت اعمله كده بشكله كده، يبقى فيه جزء من النص بس احط فيه شوية شوكولاتة لما يتخبز. شايفين العجينة جميلة ازاي وسلسة، مفيش اي مشكلة خالص.
حاولي بس تخلصي الصاج وتحطيه شوية 10 دقايق في التلاجة. لو بتشتغلي في مطبخ حر حطي الصاج بحاله كده في التلاجة 10 دقايق، ما تدخليهوش سخن الفرن عشان الرسمة بتاعتك تفضل ما يسحش منك في الفرن. حطيه 10 دقايق بس في التلاجة. شوفوا كوبايتين دي عملوا كمية قد ايه، ما شاء الله، كمية حلوة قوي قوي من كوبايتين الدقيق ومعلقتين النشا. طبعا اوفر من اي حاجة هتجيبيها من بره. شايفين نظافة وجمال وبالسمنة البلدي وحاجة جميلة جدا وهشة. شايفين مقادير مظبوطة 100%، وطريقة سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع. هش وجميل جدا. اشوفوا شايفين دايب يعني، ما يعني حاجة في منتهى الجمال ومقادير مظبوطة. لا زبدة ولا حاجة، لان الزبدة غليت جدا. اي سمنة متوفرة عندك هتعملي بيه. ممكن تسيبيه كده وتقدميه كده، مفيش اي مشكلة خالص. ممكن معلقتين شوكولاتة بس سيحتهم في الميكرويف او في حمام مية، وابتديت ادي بس شكل للبيتي فور. اهو نقطة شوكولاتة دول بالفعل كانوا معلقتين شوكولاتة مبشورين، يعني معلقتين بمعنى معلقتين، مش حاجة كبيرة خالص. اعملي بمربى زي ما يعني عندك برضو معلقة مربى اهي. عشان كده انا كنت عامله له الحته اللي في النص دي عشان اعرف احط فيها شوكولاته او مربى. اهو زي ما انتوا شايفين كده، او تقدميه من غير اي حاجه خالص. جميل جدا جدا. شايفين كميه ما شاء الله. طبعا الولاد اكلوا الباقي بالهنا والشفا لان كان جميل جدا. جربوه بالطريقه والمقادير دي وقولوا لي رايكم في الكومنتات. المقادير مظبوطه جدا يا جماعه. حاولوا تجربوها وتقولي ما تبخلوش علينا بالكومنت واللايك والشير، لان الحاجات دي اللي بتخلينا متواجدين معاكم على اليوتيوب. التفاعل على الفيديوهات للاسف بتستخسروه ليه مش عارفة. حاولوا تعملوا لايك وكومنت للفيديو تقديرا بس للتعب. انا فعلا اديتكم الطريقة والمقادير مظبوطة جدا، واللي هيجرب ان شاء الله هيشكرني وهيدعيلي. كانت معاكم ايناس حسنين. اتبسطت جدا معاكم، وهنزل لكم بقية حاجة العيد بدري بدري عشان تعملوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.